على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على كبر، ويمتحن فيه بأن يضعه وأمه في هذا المكان الموحش الذي لا ماء فيه ولا طعام. لكنها حكمة الله البالغة، فقد كان الأمر في ظاهره المشقة وفي باطنه كثير من الرحمات والخيرات. ومضى إبراهيم راجعاً من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه، فقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي، فأسكنهما كما أمر الله، وترك أمرهما لله تعالى. وعندما هم إبراهيم بالرجوع تبعته أم إسماعيل ونادته من ورائه. قالت هاجر: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ قال إبراهيم: إلى الله. قالت هاجر: رضيت. قالت: أالله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم: نعم. قالت هاجر: إذن لن يضيعنا. امتثلت هاجر للقضاء المحتوم، وتحلت بالصبر الجميل، ولم تلبث أن جف ضرعها، وأصبحت لا تجد لبناً ترضع به وليدها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم